السلام عليكم أخوتي أخواتاتي الجزائريين والجزائريات، تحياتي لكم. مرحبا بكم في قناتكم قيمت الدولة الجزائرية. بعد ما كملنا من المواضيع الداخلية اللي تخص الجزائر، رانا انتقلنا مباشرة إلى مملكة جوحة السادس نتناقشوا أهم المواضيع والتطورات اللي راهي صارية في هذه الزريبة. أول شيء نبداو يا خاوتي، نبداو بواحد الشيخات اللي خرجونا البارح يتكلموا، لأنه في المروك يا خاوتي خرجوا النساء في بلاصة الرجال، وكما على بالكم على أنه هادو الشيخات تاع المخزن خرجوا يتكلموا على الصحراء ويتكلموا على الصحراء الشرقية كما هما يحكوا. على كل حال نتفرجوا مع بعضنا هادو الشيخات تاع المخزن. لالا المغربيه تبارك الله عليك، لالا اسماء بنت بن جلول، تحيه لبنات فاس بنت بن جلول من مدينه فاس. ياك لالا؟ نعم لالا، الله يبارك فيك لالا. انا مراه حره ومن اسره عريقه وطنيه مقاومه. احنا نتواجدوا هنايا بمناسبه 11 يناير، مطالبه بوثيقه الاستقلال. هنا تنطلبوا يطلبوا خاوتي كما سمعتوها، هذه في اسمها سعاد، الشيخة سعاد قلت لكم خرجنا نطالبوا بوثيقة الاستقلال. فهمونا يا خاوتي، هذه وثيقة الاستقلال تاع الزريبة مازال ما استقلوش من عند الإسبان. هذه اللي فهموني فيها ويفهموني البراتيش في التعليقات، فهموني على وثيقة الاستقلال هذه بالضبط. هذه النقطة الأولى. نزيدوا خوتي نسمعوا لهذه الشيخة. وثيقة الاستقلال، ولكن في هذا النهار هذا تنطالبوا برجوع الصحراء المغربية الشرقية. كما جدودنا شحال هذه طلبوا الاستقلال، حنا تنطلبوا استقلال الصحراء المغربية الشرقية تحت شعار الله الوطن الملك، والصحراء المغربية تبقى مغربية إلى الأبد. تحيه لك. وهذه كارني كنشوف فيه الخريطه ديال الصحراء الشرقيه، بغيتك توريها لشي ناس اللي هما تيقولوا الصحراء الشرقيه ماشي مغربيه. شحال ليلو هذا الصحراء الشرقيه ماشي مغربيه، راهي قالتها ديجا، راهي قالتها الصحراء الشرقيه ماشي مروكيه. على كل حال من 1948 ديال الاب ديالي، لانه اب مواطن. الجده ديالي شهيده، ماتت نهار رجوع محمد الخامس الى مدينه في عهد الاستقلال 20 غشت. ماتت شهيده وهي تعتنق الصوره محمد الخامس طيب. سمعتوا خاوتي ولا مازال؟ جدتها خاوتي، جدتها شهيده. كيفاش استشهدت جدتها؟ انها كانت محضنه الصوره تاع محمد الخامس، حطوها مباشره شهيده. تبعوا مليح خاوتي، هذو المروك اللي قالوا بلي حنا ناظرنا وحنا عندنا تاريخ وعندنا. اسمعوا مليح خاوتي، اسمعوا مليح. ماتت شهيده وهي تعتنق الصوره محمد الخامس طيب الله ثراه. والاب ديالي اب مقاوم. على بالكم خاوتي صح 48%. وزير الصحه لما قال على انه المروك 48% كامل مقاودين خاوتي، والله ما كذبوها، صدقني بالله. هذا وزير الصحه قالها موسط الكتاب، مش غير وزير الصحه. دوك رايحين ننتقلوا لهذا الموضوع، نكملوا نسمعوا كلام تاع هذه الشيخه ثاني. لا 20 غشت ماتت شهيده وهي تعتنق الصوره محمد الخامس طيب الله ثراه. والاب ديالي اب مقاوم للدرجه الاولى، معروف الحاج احمد بن جلول بفاس. الحاج احمد بن جلول بفاس، وكان شعاره هو الله الوطن الملك. شحال هذه كانوا ما تيقولوش الله الوطن الملك، كانوا تيقولوا الدين الوطن الملك. الدين الوطن. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
حبة تبدل الله الوطن الملك. قال لك كانوا يسموها من قبل الدين الوطن الملك. الدين الوطن الملك. نحاو الكلمة تاع الله جل جلاله حابين يستبدلوها بكلمة الدين يا خاوتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الزريبة يا خاوتي، الزريبة تاع جوحة السادس. واش تصوروا يا خاوتي؟ المالي وفي التحت عاملين في الشعب ديالهم مواطنون احرار في وطنهم حر. مواطنين احرار في وطنهم حر. ونحن احرار وسنظل احرار الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ومن عليها. مطنجة القويرة. مطنجة القويرة. نزيدوا يا خوتي، نزيدوا نتفرجوا كذلك، نتفرجوا الشيخات واش راهم يقولوا. هذوما الشيخات يا خوتي تاع المخزن. شتو المخزن يا خوتي؟ المخزن اللي ما قدرش يواجه برجالو لانه فشل اعلاميا، فشل. درك خرجوا النساء لانه في المروك يا خوتي كيما على بالكم على انه ما كانش رجال خوتي، ما كانش هم يخرجوا في النساء يا خوتي. شكون اللي يخدم على العائله في المروك؟ شكون اللي راهي تروح للسعوديه والدول الخليج، وشكون اللي تروح لحقول الفراوله؟ المروكيه خوتي. المراه المروكيه هي اللي راهي تخدم على الراجل. ابو النواف تقعد في حجر ابو النواف، والمروكي مازالوا لحد الان مع الدجاج مع القرادة كما شفتوا خوتي. سائح إسباني هو يصور لقى المروكي مع القرد. الله يبارك في عمر سيدي. عاش الملك. سمعتوا خوتي؟ الله يبارك في عمر سيدي. الله يبارك في عمر سيدي. عاش الملك وعاش سيدنا. الله يبارك في عمر سيدي، الله يشافيه ويعافيه. الله يبارك في عمر سيدي ويطول في عمره ويشافيه ويعافيه. تحية للمرأة المغربية. هذه بارك ربي كرمان سيدنا، هذا اختيار ربي. بارك الله يبارك في عمر سيدي، الله يشافيه ويعافيه. الله يبارك في عمر سيدنا، الله يطول لنا في عمره والله يشافيه. اللهم امين يا رب العالمين. الله يبارك في عمر. ما لاحظتوا حتى حاجه خوتي؟ ما لاحظتوا والو. هادو اللي راكم تشوفوا فيهم هادو كاين 6 ولا 7 ولا 8 الشيخات هادو تاع المروك كامل كبار يا خوتي، كامل خلاص صاي. ما بقالوش بزاف. الماء يحمى خوتي. ما فهمتش المروك يا خوتي، ما فهمتش. انا صراحه ما فهمتش كي شفت هادو اللي خرجوا. انا ما فهمت والو. ما نكذبش عليكم. بنغلاديش. سيدنا عاش الملك والصحراء المغربيه. تحية للمرأة المغربية الحرة من طنجة العالية إلى الصحراء الغالية. عاش الملك. الله الوطن الملك. هذه خاطي. اسمع دقيقة عمرك. الله يبارك في عمر سيدي. عاش الملك. عمره الله يشافيك. اللهم امين يا رب العالمين. الله يبارك في عمر سيدنا عاش الملك والصحراء المغربية. تحية للمرأة المغربية الحرة من طنجة العالية إلى الصحراء الغالية. عاش الملك. الله الوطن هذه خاطي. الملك. الله يبارك في عمر سيدي. عاش الملك. الله هذه اللي راكم تشوفوا فيها. هذه المرأة اللي راكم تشوفوا فيها. روحوا حوسوا اكتبوا في اليوتيوب ولا اكتبوا هذيك المرأة اللي كتبت اللي هضرت على الخندريشة. شفتوا اللي حكات على الخندريشة؟ قالت لك احنا بكري قالت لهم كنا بسليباوات الخندريشة. هذه هي المرأة، هي نفسها اللي كانت تحكي على الخندريشة. هذه اللي راكم تشوفوا فيها. لبسوا لها اللباس تاع بنغلاديش وجابوها تحكي على الصحراء وتحكي على جلالة الملك جوحة السادس. الملك. عاش الملك. عاش الملك وعاش الوطن ولا عاش من خانه. عاش الملك. الله يبارك في عمر سيدي. عاش الملك. تحية نضالية لكل اللبؤات المغربيات الشمالية. تحية للبؤة الجندية، تبارك الله عليك. عاش الملك. الله يخليه لنا ويطول لنا في عمره.
يا ربي اللهم امين يا رب. عاش الملك، الله يبارك في عمر سيدي، وديما الصحراء مغربيه، وتحيه للمغاربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. واش صاري في الزريبة يا خوتي؟ واش راه صاري في الزريبة يا خوتي؟ صراحة أنا لما نقرأ أنه تقرير يا خوتي، تقرير حقوقي، وهذه راي من هيسبريس باش تشوفوا خوتي، باش ما تقولوش باللي راني نجيب فيها من مواقع جزائرية. كيما راكم تشوفوا هيسبريس واش راي كاتبين قال لك أنه نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية أو عقلية. نقراو خوتي، نقراو التقرير هذا اللي كان في 2019. قال تقرير للعصبة المغربية لحقوق الإنسان إن 48% من المغاربة يعانون من مرض نفسي أو عقلي، أي إن شخصا من بين 2 يعاني من اضطراب عقلي أو نفسي. العصبة انتقدت انعدام تكوين الأطباء المتخصصين في العصبة المتخصصين في الطب العقلي والممرضين المختصين، قائلة إن المغرب لا يتوفر إلا على 197 طبيب نفسي يشتغلون في القطاع العمومي، وهو رقم ضعيف بالنظر إلى المعدل العالمي، إذ يفترض حسب المعايير الدولية أن يتوفر 3.66 طبيبا مختصا لكل 1000 نسمة. أنا ما فهمتش هذه 3.66 طبيب بالمية، ولا أنا ما فهمتش. هذه من الهيسبريس خوتي، من الهيسبريس. في حين لا يوفر المغرب سوى أقل من مختص، أي 0.63 لكل 100,000 نسمة. وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن ضعف الأطباء يدفع أغلب المرضى إلى التوجه إلى الأضرحة والشعوذة في غياب مؤسسات صحية ومجانية العلاج والإدماج الاجتماعي، وارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية. يا خوتي هذه هيسبريس. أما هذوك الشيخات اللي كانوا يتكلموا على الصحراء، سواء الصحراء الشرقية ولا الصحراء الغربية. على كل حال نذكركم على أنه هذه في 2002. إذا تذكروا خوتي لما نقولكم سبتة ومليلية في 2002 واش تفكروا؟ ما نحكوش على سبتة ومليلية، نحكو على جزيرة ليلى. جزيرة ليلى واش تفكركم خوتي؟ لما نقولكم جزيرة ليلى تتفكروا مباشرة جنود مغاربة هكذاك أجونو خوتي. الإسبان ديروا لهم الساشي بيض هكذاك فوق ريسانهم. هذا خوتي، هذه في 2002. هذه من الجزيرة في سنة 2002. القوات الإسبانية تدخل جزيرة ليلى وتطرد الجنود المغاربة. ربطوهم يا خوتي، وديروا لهم الصواشي على رسالهم. تجي هنايا تقول لك سبتة، تقول لك الصحراء الغربية والصحراء الشرقية. يا خوتي لا حول ولا قوة إلا بالله. ومازال حد الآن مازالهم ما يحكوش، وما يقدروش يحكوا على سبتة ومليلية. هاي وزيرة الدفاع الإسبانية من الأخر قالت لكم، سبتة ومليلية تاعنا كامل الأراضي اللي راهي تاع المروك هي أراضي إسبانية. وكما على بالكم على أنه بالنسبة للقضية تاع سبتة ومليلية، كما على بالكم على أنه اللي دخلوها الأولى سبتة كانت سنة 1415
من طرف البرتغال، ومن بعد في 1497 باش دخلت المملكة الإسبانية لمليليا. ولكن في هذاك الوقت 1497 كانت ما تحكمش، أو كما نقولوا لا تخضع للسيطرة الإسبانية، إلا أنه في 1556، يعني من 1556 يا خوتي إلى يومنا هذا تحت حكم الإسبان. من 1500 على بالكم 1556 واليوم رانا في 2025 والمروك مازال أنه ما استرجعش ولا شبر ولا شبر. يظلوا غير يكذبوا على هذا الشعب، يظلوا غير يكذبوا عليه. آخر مرة قالوا لهم على أنه لقينا الغاز وكاين شركة إسبانية راهي تنقب في الغاز في الأراضي المغربية، وخلاص المغرب كيصدر الغاز والبترول إلى الدول الأوروبية، والغاز الجزائري سيبون منا. الشركة الإيطالية واش قالت لهم بف هكا بف تاع غاز ما كاش المروك، تشا تاع غاز ما كاش المروك. ومازالهم يكذبوا على الشعب هذا المدوخ تاع 48%، مازالهم يكذبوا عليه، لأنه على الشعب هذا مازال يأمن على أنه محمد الخامس مازال متواجد في القمر. كيفاش هذا راح يأمنك أنت كجزائري؟ ما يأمنكش. واش تهضر له؟ ما يأمنكش، لأنه حسن الثاني عمل على أنه كيفاش أنه يجهل هذا الشعب. وجينيراسيون تاع حسن الثاني كبرت في الجهل وخلفت جيل آخر كذلك. وعلى بالكم على أنه الأمية في المروك 90% خوتي، 90% من السكان في الزريبة الأمية، يعانون من الأمية. واش نحكو خوتي؟ واش نحكو؟ روح معليش يا سيدي، حكينا على الشيخات وحكينا على سبتهم ليليا. نحكو شوية كما قلت لك، أنا مرأة مغربية شريفة. بالنسبة لهذو الشيخات اللي كانوا يحكوا، قلت لك أنا حرة وأنا بنت المملكة، بنت أصل، بنت كذا، وهذه هما المغربيات. اسمعوا مليح خاوتي، اسمعوا مليح وركزوا معنا. لا نعس معايا الاول داوني بحال واحد البيت مهجور. نعس معايا الاول، خرج دخل الثاني حتى هو نعس معايا. كنطلب فيهم كنقول لهم حشومه عليكم، عندي بنيه وما ديروش ليا الحاله بحال هكايا. شدوني شي ثلاثه السوايع. الاخر بحال هكايا من يبغي ينعس معايا، الثالث من يبغي ينعس معايا جالس بحال هكا. جاتو مكالمه قال لي راه الدريه اللي كانت مع خونا راه شي واحد داها، راه رجال دارك الملكي راه كيقلبوا لها في اي بلاصه تخلع. سمعتوا خاوتي؟ سمعتوا ولا غير ها سمعوا خاوتي؟ سمعوا خاوتي، سمعوا برك. لا نعس معايا الاول داوني بحال واحد البيت مهجور. نعس معايا الاول، خرج دخل الثاني حتى هو نعس معايا. كنطلب فيهم كنقول لهم حشومه عليكم، عندي بنيه وما ديروش ليا الحاله بحال هكايا. شدوني شي ثلاثه السوايع. الاخر بحال هكايا من يبغي ينعس معايا، الثالث من يبغي ينعس معايا جالس بحال هكا. جاتو مكالمه قال لي راه الدريه اللي كانت مع خونا راه شي واحد داها، راه رجال دارك الملكي راه كيقلبوا لها في اي بلاصه تخلع. بون الفيديو على خوتي ما طلعش كامل، بصح كيما راكم تفرجوا خاوتي، راكم تسمعوا واش صار في المروك، راكم تسمعوا خاوتي المملكه المغربيه الشريفه. شفتوا واش صار خاوتي؟ شفتوا علاش خاوتنا السعوديين راهم يعانوا خاوتي؟ خاوتنا السعوديين راهم يعانوا، جاو بقوه. المروكيات اللي دخلوا السعوديه دخلوا بقوه، يعني السجون اللي في السعودي كامل المروكيات خاوتي، كامل المروكيات راهم متواجدات في سجون
السعودية، وعلى بالكم واش يديروا المروكيات. نحكوا على هذه خوتي، نحكوا على هذه. هذا تقرير اللي كان في 2024 قال لك المغرب في المركز 48 في مؤشر البؤس. كيف خوتي؟ هيسبريس هذه هيسبريس، راح كيما راك اكتب تخرج لك هيسبريس بالعنوان بالاخر. نقراو يا خوتي، نقراو واش راه صاري في المروك يا خوتي. راح تلقاوها بالشاشة. العنوان قال لك على انه المغرب بالمركز 48 في مؤشر البؤس. تبعوا مليح خوتي، تبعوا مليح هذا المقال. حل المغرب في المرتبة 48 عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر بؤسا لسنة 2023 التي تصدرتها منظمة سابين لابس الأمريكية. المنظمة غير ربحية وضعت المغرب في هذه المرتبة متفوقا، تبعوا مليح خوتي، متفوقا على بريطانيا العظمى التي جاءت في المرتبة الثانية كأكثر الدول بؤسا في العالم. هيا تخيلوا خوتي، تخيلوا يا خوتي أن المروك يعني في البؤس يعني جاية بريطانيا، مملكة بريطانيا العظمى بعديك المروك خوتي. كأكثر الدول بؤسا في العالم، فيما حلت جنوب إفريقيا الثالثة وأوزباكستان الأولى. أوزباكستان هي دولة للمؤشر البؤس تاعها عالي وراهي مكلاسية الأولى. المروك 48 خوتي، المروك لا بأس بخير، كل شيء بخير. نزيدو نكملو خوتي. قال لك التصنيف الخاص أساسا بالصحة العقلية. إذا ما كنتش تلفت التصنيف الخاص أساسا بالصحة العقلية عبر العالم الذي صدر قبل أيام شدد في تقريره على أن الرفاهية والتنمية الاقتصادية وكل ما هو مادي ليس أساسا. يعني شو كيفاش يوهموا الشعب المروكي على أنه قال لك وكل ما هو مادي ليس أساسا. معناتها ماشي شرط أنك يكون عندك دراهم، ولا ما لازم تكون طلاب ولا في المروك، ولا المهم تكون أنت آلاز ضرب القرقوبي وراك مريح. تفكر على أن المروك سويسرا، المروك تنافس أمريكا، المروك عندها التكنولوجيا، المروك تصنع السيارات، المروك هراب المغرب هراب لتحقيق صحة عقلية جيدة. تبعوا مليح خاوتي. وهذا الأمر هو ربما ما يفسر تفوق اليمن في التصنيف على بريطانيا وأستراليا، وتحقيق سوريا المركز 46 رغم الحرب التي تعرفها. ومن بعد وش يديروا؟ يزيدوا يدخلوا لك الجزائر. باسكو علاش هكذا الموضوع كيشوفوك هكذا يقول لك بريطانيا كذا هيسبريس هذه كتخربق علينا هيسبريس كيتخربق وكتكذب علينا وكذا. بصح كي يدخلوا لهم البرتوشي يدخلوا كلمة الجزائر يقول لك والله غير صح عندهم الحق. وتعد إسبانيا والجزائر وفق التصنيف عينه أكثر بؤسا من المغرب بعد حلولها على التوالي في المرتبتين 50 وال51، وهو الحال لدى ألمانيا التي جاءت في المرتبة 55. يعني المروك مبروك عليكم 48 عالميا في مؤشر البؤس. شاب ميؤوس عن أمره، وهو عايش في البؤس، لأنه كما على بالكم على أنه العياش اليوم يعاني. دقيقة أخوتي راح نتفرجوا مع بعض. السلام عليكم أخوتي المغاربة من طنجة القويرة داخل الوطن وخارج الوطن. أخوتي المغاربة أنا دابا مشيت للمارشي
مشيت بغيت ناخذ الدجاج لقيته ب 30 درهم. وعك عباد الله، ولقيته ب 30 درهم. وبزاف عباد الله 30 درهم. وفين عمر الدجاج وصل 30 درهم؟ فين عمر الدجاج؟ فين عمر الدجاج وصل 30 درهم؟ والله اخوتي اسمع المغاربه. خاوتي اسمع الاولى السلام عليكم بدينا اخوتي المغاربه كامل. من طنجة القويره داخل الوطن وخارج الوطن. اخوتي المغاربه انا دابا مشيت للمارشي، مشيت بغيت ناخذ الدجاج لقيته ب 30 درهم. وعك عباد الله، ولقيته ب 30 درهم. وبزاف عباد الله 30 درهم. وفين عمر الدجاج وصل 30 درهم؟ فين عمر الدجاج؟ فين عمر الدجاج وصل 30 درهم؟ والله اخوتي المغاربه مشيت دابا للمارشي بغيت ناخذ الدجاج، في الاخر لقيته ب 30 درهم الكيلو. كنت باغي ناخذ 2 كيلو، في الاخر لقيته ب 60 درهم. رجعت بحالي وتنبكي والله الا خرجت من المارشي تنبكي. واحده من البطاطا زادوا فيها كانت ب 2 درهم الكيلو ولا ب 10 دراهم. عك عباد الله. ومواطن صافي كلا العصا كلا العصا كلا العصا في 2025. صافي انا غادي نموتوا بالجوع، حنا غادي نموتوا بالجوع صافي. او 30 60 درهم 2 كيلو. او وبزاف هادشي. وحتى من السردين زادوا فيه، حتى من السردين عباد الله. مشيت بغيت ناخذ السردين، قلت زعما السردين هو رخيص، قال لي غلاو الدجاج، قلت نمشي ناخذ السردين ولقيته حتى هو ب 500 ريال الكيلو. والدرهم مصيبه كحلال ومصيبه كحلال. وصافي خرجتوا علينا الوزاره، خرجتوا على المواطن، خرجتوا عليا انا دابا بقيت غير سيمانه غنصم غادي نموت. وانا دابا مريض، وانا مريض. والسيمانه الحوت هو غليتو، الدجاج اللحم البوطه غليتو فيها حتى هي. وصافي قهرتوا المغرب، قهرتوا الشعب، قهرتوني انا. وانا صافي وانا غادي نموت. انا صافي انا غادي نموت صافي هادشي بزاف. ما بقيت ما ناكل صافي تهلكت انا هاد الرساله بغيت نصيفطها لمولانا جلاله الملك محمد السادس. راه هاد الوزاره راه هلكونا. واش انا عندي 50 درهم عباد الله باغي نمشي للمارشي نتغدى بها وانا ما خدامش، كندير غير في الراشه كنحط كيجيو قوات المساعده كيجريو عليا. وداكشي اللي كنحط فلوس زعما نصور غاشي 400 ريال ولا شي 600 ريال باش ناكل بها والو. كيجريو عليا وعندي 50 درهم كنت باغي نمشي نتغدى بها راسي انا. في الاخر ما كاين والو. دعيتكم الله يعطيكم الحق هادشي اللي غنقول لكم. هذا العشيه ما تلقاوش خاوتي. هذا العشيه القرعه تاكلوا ولا غير القرعه خاوتي. بصح نعاودو نتفرجوا خاوتي. الناس اللي مازال ما دخلوش تفرجوا يا خاوتي، تفرجوا. هذه المروك يا خاوتي اللي راهم رجعوها لنا جنه فوق الارض، جنه المغرب. مروك، تكنولوجيا، اقتصاد، ازدهار، رفاهيه، سياحه، اختراعات، ابتكارات. هاي المروك خاوتي. المروكي موش قادر على دجاجه موش قادر عليها يا خاوتي. السلام عليكم اخوتي المغاربه من طنجة القويره داخل الوطن وخارج الوطن. اخوتي المغاربه انا دابا مشيت للمارشي، مشيت بغيت ناخذ الدجاج لقيته ب 30 درهم. وعك عباد الله، ولقيته ب 30 درهم. وبزاف عباد الله 30 درهم. وفين عمر الدجاج وصل 30 درهم؟ فين عمر الدجاج وصل 30 درهم؟ والله اخوتي المغاربه مشيت دابا للمارشي بغيت ناخذ الدجاج، في الاخر لقيته ب 30 درهم الكيلو. كنت باغي ناخذ 2 كيلو، في الاخر لقيته ب 60 درهم. رجعت بحالي وتنبكي والله الا خرجت من المارشي تنبكي. واحده من البطاطا زادوا فيها كانت ب 2 درهم الكيلو ولا ب 10 دراهم. عك عباد الله. ومواطن صافي كلا العصا في 2025. صافي انا غادي نموتوا بالجوع، حنا غادي نموتوا بالجوع صافي. او 30 60 درهم 2 كيلو. او وبزاف هادشي. وحتى من السردين زادوا فيه، حتى من السردين عباد الله. مشيت بغيت ناخذ السردين، قلت زعما السردين هو رخيص، قال لي غلاو الدجاج، قلت نمشي ناخذ السردين ولقيته حتى هو ب 500 ريال الكيلو. والدرهم مصيبه كحلال. وصافي خرجتوا علينا الوزاره، خرجتوا على المواطن، خرجتوا عليا انا زعما قال نسلك من الدجاج راح للسردين، ما سلكش من السردين راح للبطاطا، ما سلكش من البطاطا. كي وين راح النار شاعله في الاسعار. ما يقدرش يقرب المواطن المروكي، ما يقدرش يا خاوتي، ما يقدرش يعيش. علاش راحوا في الفنيدق، راحوا هكذاك يا خاوتي. سباحه على الصدر خاوتي، سباحه على الصدر من الفنيدق باش يروحوا يدخلوا على سبته. علاش؟ لانه ما كانش المعيشه في المروك، ما كانش خاوتي. الشعب ما راش عايش، الشعب راه عايش في الاوهام. بقيت غير سيمانه غنصم غادي نموت. وانا دابا مريض، والسيمانه الحوت هو غليتو، الدجاج اللحم البوطه غليتو فيها حتى هي. وصافي قهرتوا المغرب، قهرتوا الشعب، قهرتوني انا. وانا صافي وانا غادي نموت. انا غادي نموت صافي هادشي بزاف. ما بقيت ما ناكل صافي تهلكت انا هاد الرساله بغيت نصيفطها لمولانا جلاله الملك محمد السادس. راه هاد الوزاره راه هلكونا. واش انا عندي 50 درهم عباد الله باغي نمشي للمارشي نتغدى بها وانا ما خدامش، كندير غير في الراشه كنحط كيجيو قوات المساعده كيجريو عليا. وداكشي اللي كنحط فلوس زعما نصور غاشي 400 ريال ولا شي 600 ريال باش ناكل بها والو. كيجريو عليا وعندي 50 درهم كنت باغي نمشي نتغدى بها راسي انا. في الاخر ما كاين والو. دعيتكم الله يعطيكم الحق هادشي اللي غنقول لكم. يا زريبه واش صاري فيها الزريبه يا خاوتي؟ واش راه صاري يا خاوتي؟ واش راه صاري يا خاوتي؟ تفكرت خاوتي، هذا مواطن، هذا برك مواطن كما
أو كسائر المواطنين. وماشي غير هذا خاوتي، يعني بالك 80 ولا 90% من الشعب نفس هذه الحالة. وش يعاني هذا المواطن؟ قيسها على 90% من السكان تاع المروك يعانون بنفس المشكل. القدرة الشرائية ماهوش قادر، ما كاش خدمة خاوتي. البطالة في المروك، البطالة خاوتي، التهميش، المخدرات، الآفات الاجتماعية، الهجرة غير شرعية، كذا، التهريب، فيه خاوتي شتو المشاكل قاعدة العالم راهي في المروك. الأزمات كامل في العالم راهي في المروك خاوتي، راهي في المروك. هذا كانوا مستفادين من فتح الحدود. عباك الجزائر كانت توكل في المروك كومبلي، كانت توكل في المروك كاملة، ماشي غير تاع وجدة ولا المناطق الحدودية. بالعكس الجزائر كانت توكل كامل، توكل وتعطي لهم المازوت والليسونس وكذا. ومع التالي يا خاوتي نكرين الخير. تخيلوا يا خاوتي، انت تعطي لهم الحاجة اللي تفيد وهما يرهجون بالمخدرات. ودرك لما عبد المجيد تبون غلق الحدادة كامل خاوتي، قطع عليهم كلش، دارت عليهم، وين رجع المواطن المروكي هو اللي يستهلك الكمية تاع القرقوبي خاوتي. قرقوبي على ذيك المروك دوك ماشي 48، دوك راح تزيد تولي أكثر. هي 48 واش قال مسؤول، لكن في الواقع دائما تكون لي شيفر يكونوا كبار خاوتي. إذا كان هو وزير العدل قال 8، وزير الصحة قال 48%، معناتها على أنه في الواقع 70%. يعني لما اليوم أنه القرقوبي غير يدور غير في المروك، معناتها على أنه مستقبلا راح تكون بلاك 99%. 99% راح نشوفوا على أنه المركة يعانون من اختلال نفسي. انتبهوا خاوتي، واحد المقال يا خاوتي، نحكو على البنى التحتية في المروك. البنى التحتية خاوتي، قراو هذا المقال خاوتي، هذا في 2019، يعني 2019 كيما راكم تشوفوا خاوتي. نقراو اليوم العالمي للمراحيض، 3 ملايين مغربي لا يملكون دورات المياه. شفتوا خاوتي؟ هذه هي إقطاعية جحا السادس. اليوم العالمي للمراحيض، 3 ملايين مغربي لا يملكون دورات مياه. اسكو تستاهل نقراوها ما نقراوهاش؟ والله ما تستاهل خاوتي. عندي المقال، عندي المقال كما راكم تشوفوا فيه، ولكن ما تستاهلش. احنا على بالنا المروكي، على بالنا ما كانش حاشاكم لي طوالات في الدار ولا تروح ديرها مور شجره. مش موالفين خاوتي، موالفين علاه وكيف الدار وين واش راح يدير؟ ما كاش الماء خاوتي باش يغسل، ما كاش يروح يدير هكذاك مور شجره. موالفين خاوتي، هما موالفين مور شجره خاوتي يمسح يا مروكي. واش توقع مروكي؟ علاه تجي في بالك شغل مروك، شغل سويسرا ولا كمرية حاشاك هكذاك، تشوف الانهار، تشوف الجبال، تشوف الناتير. هاك في المروك خاوتي، هذه مروك خاوتي. مراحض عمومية ما كانش، مع انه يقولك احنا عندنا السياحة وعندنا كذا، ما عندهمش خاوتي. لما يجي سائح يستكشف، عباك باللي يدوخ يا خاوتي. كامل السياح اللي هم يدخلوا المروك ما يعاودش. بعدك يقول لك الطبخ المغربي، الكسكس المغربي، الطاجين المغربي، مع انه شفنا لا كويزين تاع المروك شحال كلاسات، شحال خاوتي. شفتوا التصنيف؟ يعني الجزائر
مع الأوائل، والمروك دائما في الذيل دائما. هي كان عندكم سياحة وعندكم كذا وعندكم مأكولات. علاش؟ أنه المطبخ المروكي كلاسة وقيلة في الرتبة وقيلة 32 و 36. هذا دليل على أنه ما تقدرش يطيبوا بالحلبة خاوتي. مروك يطيبوا بالحلبة. كليتو ولا ما كليتوش؟ ما الناس اللي زارت المروكي تحكي لكم، راهي تحكي لكم على الأطباق فما في المروكي يا خاوتي. ما تقدرش تاكل، ما تقدرش. شوفوا الجزائر، شوفوا الأطباق الجزائرية. الأطباق الجزائرية خاوتي تاريخ. المرأة الجزائرية خاوتي تلاقة، لباقة، تربية، أخلاق، للهيبة تاع المرأة الجزائرية. تشوفوها يا خاوتي، يعني تحس على أنه المرأة الجزائرية دير قيمة مضافة للدار. من الدار اللي تروح لها تعمرها يا خاوتي. تحياتي لبنات بلادي الشريفات العفيفات، تحياتي لكم. نتكلموا كما تكلمنا من قبل على أنه مروكي يعني خاوتي هذاك مواطن بسيط، مواطن خاوتي. راح نحكي لكم على جندي. هذا جندي سابق. ما تشوفوش سميدة جلالي الرعد الكذاب، لا خاوتي. راح نعطلكم هذو الجنود تاع المروك. تبعوا مليح خاوتي. ان شاء الله برك يتمشى برك الفيديو هذا اللي راكم تشوفوا فيه امامكم. ان شاء الله برك يتمشى. دقيقة برك خاوتي، دقيقة برك. جندي سابق صفوف القوات المسلحة الملكية. كنت في الحرب ديال البوسنة والهرسك. واحد الله اللي عالم، والله العظيم الله اللي عالم، تكرفست واحد التكرفيسة ديال إلا من راسي أنايا نطلب الله يتجاوز علينا. إلا من العبد ما فهمت والو. والله إلا كنعسى في الزنقة. واحد السيد دابا اللي دخلني هاد السيمانة هادي كنعس عنده. هادشي اللي كاين. الحالة العائلية، الحالة الوضعية ديالي أنا في الاسم ديالي شريف بن ورك، جندي سابق في صفوف القوات المسلحة الملكية. كنت في الحرب ديال البوسنة والهرسك. عندي وثائق كيدلوا على داك الشيء فهمتيني. وشرفنا وجه المغرب في البوسنة في 95. كنت في المشات وكنت مع قوات الحلف الأطلسي وعندي دبلوم. هنا انت كنت مع قوة حلف الأطلسي صحيح. هذا كيف كيما جينا للسميدة كيف برك الاخر راه فارهة وقاضي شغلاته وهذا وقاعد هكذاك كيف خاوتي. الخرطي ديال اسميتو. وكنا عايشين مع الدار وكنت مجوج وعندي الوليدات وقدر الله وشاء فعل. كلشي مشى كلشي فهمتيني. بقيت بوحدي. مات الوالده ديالي، مات قدر الله الفراق وداك الشيء. المهم كنت كنسوق في واحد الحي الفوق هنايا سميتو ليراك، وجيت لهنايا للعزيب. وما كنتش كنعسى في الزنقه، راه عارفين الناس كاع ديال العزيب انا كنعسى في الزنقه في هذا الاخر هذا. ولجأت لهاد الخدمه في الاخر ديال سميتو ديال الحراس ديال المرآب. وكنترزقوا كنشدوا واحد البركه ياك وكنقسموا على جوج. كنعطيو واحد السيد مرشي اللي كيتسال هنايا وكناخذوا حنا ديك 600 800 ريال اللي كتشد فهمتيني باش ناكلوا باش نشربوا. واش نقول لك غير كان ندبو صافي فهمتيني. غير كان سميتو
غير حياتك حياتي واحد الله اللي يعلم، والله العظيم الله اللي يعلم. تكرفست واحد التكرفيسه ديال الى من راسي انايا نطلب الله يتجاوز علينا، الى من العبد ما فهمت والو. والله الا كنعسى في الزنقه واحد السيد دابا اللي دخلني هذه السيمانه هذه كنعس عنده. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين اختي. كنطلبوا من الناس، كنطلبوا من تاني يشوفوا بحال انا عبد العزيز هذا اللي يسول على شريف راه يقول لي ها هو معروف. تكرفست والله الا تكرفست. رغم انك ما كتأذي حتى حد. لا كنعادي حتى واحد، معروف انايا، عرفني البوليس كيعرفني كلشي كيدوز عليا انايا. تما الله يرحم الموالدين فيهم الشفقه تا هما فهمتيني والله اللي عارف بغينا الدوله تشوف معنا فهمتيني شي سكن ولا شي حاجه. راه تكرفصنا واحد التكرفيصه الله اللي يعلم بها، والله لا الله اللي يعلم بها حق الله العظيم. وانتم تبغوا تعاونوا معنا الله يرحم لكم الوالدين. هادشي اللي كاين، راه عندي الولاد وعندي مطلق وعندي الولاد حتى هما كيتسناو مصروف ما كرهش. دابا راه مقابل راسي انايا صافي. هادشي اللي كاين. والناس مساكن ديال العزيب هادو راه ما خلاهم مفروطوا مساكن من الجهات ديالهم في العواشر. واخا كتجدني شي واحد الحالات العصب فهمتيني مع هادشي اللي داز عليا، كنشكر الناس ديال حلم ورشيد تهلاو فيا مساكن. واخا نصدر مني شي غضب كايتها مع راسي انايا، مع راسي انا ما ادي حتى واحد على هادشي اللي داز عليا. وكنشكر هاد الناس ديال حلم ورشيد هما اللي تعاونوا معايا مساكن، والدراري الشباب ديالهم جندي سابق. هذا يا خوتي جندي سابق، جندي سابق ما راش قادر حتى يعيش في المروك. يا خوتي يا خوتي هذه الزريب. عباك باللي لو كان نولي نحكي نوري لكم يا خوتي فيديوهات هكذا الحياة اليومية تاع المواطن المروكي، صدقوني بالله والله ما تأمنوا خوتي، والله ما تأمنوا. يعني واش صاري في المروك يوميا، والله غير العين تدمع يا خوتي، العين تدمع. ولكن احنا على بالنا على انه المروكي كما على بالكم على انه غدار. شفنا المراكا اللي جاو هنا الجزائر ياكل يا خوتي، ياكل ويشرب هنا من خيرات الجزائر، ويدخل للسوبيرات ويقول لكم على انه المعيشة هنا في الجزائر افضل من المغرب. من بعد لما رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فرض التأشيرة على المروكي، هذا كي راح المروك ولا يتكلم على الجزائر ويتكلم على النظام الجزائري. هذا هو الخير اللي دارته فيه الجزائر، هذا هو الخير وهذا هو رد الجميل. معناتها أنه المروكي توكلوا تشربوا تلبسوا تبيتوا في الأخير يغدرك ويخونك، يغدر كامل خاوتي كامل. ما تقوليش هذا فلان ولا آخر بالا لا ماشي كامل، ولا كامل خاوتي كامل خاوتي. دير الخير، دير الخير في خوك الجزائري. خوك الجزائري والله ما يغدرك، والله ما يلاخر صح بالك يسرق بصح وقت صح والله ما يغدرك. المهم خاوتي انا واش نقول لكم، ما تنساوش خاوتي اللايك والبارطاج، ونقول لكم ان شاء الله نتلاقى في فيديو اخر دائما مع المواضيع اللي تخص المغرب. دائما ما نتكلموا على احوال تاع مملكة جوحة السادس، نتكلموا على النظام المغربي، ننتقدوا كامل السياسات اللي في المغرب. المهم نقول لكم خاوتي تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحياتنا للجيش الوطني الشعبي، تحياتنا للشرطة الجزائرية، تحياتنا للدرك الوطني ورجال المخابرات الجزائرية الداخلية منها والخارجية. خدموا مليح خاوتي. المهم البلاد راهي أمانة في يديكم، خدموا الماكسيموم لأنه بلادنا محتاجة لينا احنا كشعب جزائري. بيان سور الأسلاكنا الأمنية ربي معكم. تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحياتي لكم.
ما تنساوش خوتي لايك والبارطاج، ما تنساوش. هيا تهلاو ليكيب.